ومش مكتوبه لك القاضيه مع الريال يا قفشه، معلش العمر معاك طويل، تتعوض امام فلامينجو يوم السبت القادم ان شاء الله. ولكن مش عاوزين نقصوا على محمود متولي يا جماعه. الجماعه دول بيحسبوها بالفينتو ثانيه، وبالفعل في فينتو ثانيه انقض على الكوره من محمود متولي، دخل بيها ال 18 في مرمى محمد الشناوي، لا يسأل عنها محمد الشناوي، ولكن ما نقصوش على محمود متولي لان الكوره جايه له غلط في غلط. محمد عبد المنعم بدماغه اليوديان مش شايف حاجه قدامه الا غير انه يرجع لمحمود متولي، مع ان في ناس ظاهر اليوديان، هتكلم على اليوديان بالتحديد دلوقتي، ولكن تروح الكره لمحمود متولي في فينتو ثانيه غفلان محمود متولي ينقض عليها في ناس جوه الجول. بتكلم على مرسى الكره. لعبت حضرتك بخطه هجوميه تمام، لعبت رباعي هجومي، محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، حسين الشحات، محمد شريف. نزلت باثنين خط وسط، السوليه واليوديان. معروف ان السوليه عنده نزعه هجوميه، يبقى معنى كده هيسيب خط الوسط على اليوديان لوحده، وهو دون اللي كان رابك اليوديان، مفيش حاجه تاني كانت رابكاه، لان السوليه مش بيعمل مساحه لليوديان انه يتقدم زي ما هو بيتقدم، لا ما بيعملش له المساحه دي، بيسيبه في وسط الملعب. وطبعا اكيد بيفكر من جواه حمدي فتحي بيعمل لي المساحه دي اني اتقدم، ليه السوليه مش عاوزني اتقدم خالص؟ فدي بتكون اسرار في نفس اليوديان، هو دون اللي كان مخرجه بره المباراه، ولكن اليوديان كان مستعد استعداد كامل للمباراه. ما ينفعش السوليه واليوديان خط وسط النادي الاهلي مع بعضهم، لا راجع مباريات الاهلي اللي فاتت اللي اخفق فيها، هتلاقي بدا بالسوليه واليوديان لما بيكون حمدي فتحي وسطهم بيعمل لهم حاله ربط، انما السوليه واليوديان لوحدهم الاهلي بيكون عنده حاله اخفاق في وسط الملعب تحديدا. ينفع يلعب حمدي فتحي واليوديان، ليه؟ لان حمدي فتحي بيعمل مساحه لليوديان انه ممكن يتقدم، وديان كذلك، انما السوليه ما بيسيبش مساحه خالص لليوديان انه يتقدم. عشان كده حضرتك اخطأت في نزول السوليه من البدايه. المفروض كان ما دام عملت خطه هجوميه، المفروض كان حمدي فتحي يبدا واليوديان، لان هما الاثنين بيعرفوا يربطوا مع بعض، انما السوليه تحديدا واليوديان ما بيربطوش مع بعض خالص بتاتا. فهي دي الاولى اللي عندك. الثانيه احمد عبد القادر، انا كنت شايف المفروض بيرسي تاو من البدايه، ما كانش يكون احمد عبد القادر، ولكن هي مشيت كده. بس الخطا الكبير في خط الوسط، خط الوسط ما كانش رابط مع بعض، لا السوليه رابط مع اليوديان ولا اليوديان رابط مع السوليه. هو دون الخطا اللي كان في المباراه الاهلي وريال مدريد. المباراه كانت ماشيه سيجال لحد ما جابوا الهدف الاولاني، خطا طبعا، خطا قاتل من محمد عبد المنعم لليوديان. وبعدين هنا عندك حته برضه، محمد عبد المنعم انت ازاي قدام اليوديان؟ المفروض خط الوسط دون لليوديان، المفروض انت ما تكونش قدام اليوديان محمد عبد المنعم، المفروض تكون وراه. ازاي تقدم وسايب اليوديان وراك ووراه محمود متولي؟ لا مش شغله اليوديان هنا، لا اليوديان يكون قدام محمد عبد المنعم، ومحمد عبد المنعم يكون قصاد محمود متولي. لذلك بقول الخطأ مرتكب من ثلاثي، ما نقصوش على محمود متولي لوحده. المباراة كانت جميلة من النادي الأهلي، مباراة العمر. قفشه ملهوش نصيب في القضية أمام الريال، إن شاء الله أمام فلامينجو على الثالث والرابع هيكون له نصيب بالقضية إن شاء الله. بلاش نقصوا على محمود متولي يا جماعة.